السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قلت نشارك معكم الطويشين وغزال وبسيط ودغيا كيوجدوا ديال الدراوش بلا لحم بلا دجاج. غناخدو واحد الطاجين غنديرو فيه بصله مقرده، فلفله مقرده، وشويه ديال الملح والزيت. غادي نردو فوق البوطه حتى يتشحر مزيان. هاد جوج بيضات هادو اللي بينت لكم غادي نردهم يتسلقوا. غادي نبدا كنحرك حتى تدبل هذيك البصله. من بعد كنزيد مطيشه مدوره كنستفها كما كتشوفوا هكا في الطاجين. من بعد غادي ندير عليها التوابل. غندير الخرقوم البلدي يعني الكركم، غندير الابزار ديال السكينجبير، وندير التحميره ديال القزبور، ونسد على الطاجين على نار مهيله ونخليه حتى تذوب ليا هذيك المطيشه مزيان. هادشي كله على نار مهيله حيت تذوب ليا هذيك المطيشه مزيان. غادي نمعسها بمغرفه، ما تديوش على فلفله حاره، انا ضروري تكون في الاكلات ديالي. درتها غير ليا انايا. نبدا كنمعسها بحال هاد الطريقه هادي هكا ونحرك حتى كتذوب ليا هذاك، كينسجموا ليا دوك العناصر مزيان. بعد نشد هنايا فرماج مربع كنبدا كنستفو. ديروا القياس اللي بغيتو بحال هاد الشكل هكا. درت 3 ديال المربعات، قسمتهم كل مربع قسمته على جوج وستفتهم في الطاجين كما كيبان لكم هكا. في هاد اللحظه هادي شديت البيض اللي سلقت، وكل بيضه درت جوج بيضات انايا، كل بيضه كرطها على 4 ودرت لهم شويه الملح كنستفوا بحال هذا الديكور هكا. لينا فريد ما بغيتوش ديروها هكا مسلوق ممكن تفكسوه في وسط الطاجين، يعني عندكم الحريه. درت واحد شويه ديال الزيتون كان عندي خضار او كان عندي انا الكحل. ايوا الطاجين ديالنا واجد بالصحه والراحه، نتمنى انكم تجربوه.